السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. يا ريت فضلا وليس أمرا قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات القناة أول ما تنزل. مستمرين معاكم يوميا وبنقدم لكم أهم المشاكل والقصص اللي بتحصل مع غيرنا لعلنا نأخذ منها عبرة وعظة، والأهم لازم نتعلم من أخطاء غيرنا وما نكررش الأخطاء دي تاني في حياتنا أبدا. ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. حكايتنا النهاردة مع أيمن وسناء. أيمن وسناء اتجوزوا. سناء بنت الجيران واللي اختاروها له باباه ومامته. أيمن رجل عملي، حياته كلها عمل وعبادة، وفي كل الصفات دي من بداية طفولته إن هو إنسان جد. كبر أيمن واتجوز من سناء جواز صالونات. استمر الجواز دوت ل10 سنين. أيمن بعد الجواز خلف بنتين، الكبيرة 8 سنين والصغيرة 4 سنين. أيمن رجل بسيط جدا في حياته، وكان روتينه اليومي لا يتغير أبدا. إنما سناء كانت مدرسة، كانت بتدي دروس خصوصية. في يوم من الأيام لقى أيمن رجالة واقفين وبيتفرجوا على مقطع فيديو. قال لهم: خير يا جماعة، بتتفرجوا على ايه؟ رد واحد منهم قال له: تعالى يا أيمن اتفرج معانا على مقطع ساخن. رد أيمن في غضب وقال: استغفر الله العظيم، احنا كبرنا يا جماعة واتجوزنا ومعانا بنات، عاوزين نحافظ عليهم. رد واحد من الجيران اللي واقفين: بس المقطع ده يا أيمن ممكن يكون يخصك، انتوا بتهزروا معايا ولا ايه؟ عشان اتفرج معاكم. رد عليه وقال له: دي واحدة من المنطقة، ممكن تكون تعرفها يا أيمن. بصراحة أثاروا الفضول واتفرج معاهم، وبصراحة أيمن كده مهموش الفضول وما راحش اتفرج معاهم. وهو ماشي كده صوت الفيديو عالي، حس ان صوت البنت اللي في الفيديو هو عارفه كويس. راح ايمن عليهم ومسك الموبايل، اتفاجئ ان هي زوجته، هي بطلة الفيلم. طبعا لان ايمن ركز في الفيديو كويس قوي علشان الصوت لوحده ما كانش كفايه، وهو بيتفرج طبعا عارف شكل مراته جدا وعارف تفاصيل جسمها كويس. دول 10 سنين جواز. اتصدم ايمن من الفيديو، شافه واغمى عليه بسرعه. صحابه جري عليه وشالوه وراحوا جابوا له دكتور. وبعد ما فاق ايمن من الاغماء اللي كان فيه، صحابه بيسألوه: مالك يا أيمن، خوفتنا عليك. ما كانش عارف يتكلم قوي بعد ما شاف مراته عريانة تماما وفي أحضان رجل تاني. فكر أيمن في ثواني كده وقال لهم إنها شبه جارة ليهم زمان، وإنه كان يعرفها كويس. فكر أيمن وطلب من صاحبه، وقال له: ابعت لي الفيديو ده بالرابط على التليفون. ورجع أيمن البيت وحط الفيديو ده على الكمبيوتر عنده وشغله، وقعد يتحقق من المشهد كويس قوي ويبص في تفاصيل مراته. وبعد شوية ظهرت كل حاجة كويس، ولاحظ أيمن إن الفيديو متصور بالكاميرا الثابتة، تكاد تكون مخفية، يعني مراته ما كانتش تعرف إن هي بتتصور. جت بنته الكبيرة على صوت الفيلم وقالت له: ماما دي يا بابا ليه بتضربها جامد قوي كده؟ قال لها: لا يا حبيبتي، دي مش ماما، روحي على المطبخ، انا جاي نعمل العشاء مع بعض وهناكل احلى عشاء سوا دلوقتي. اتأكد ايمن انها مراته سناء بطلة الفيلم بعد ما بنته سمعت الصوت وقالت له: دي ماما. قعد ايمن يفكر ويشوف مين وش الراجل اللي كان مع مراته في الفيديو ده، وقعد يتحقق كويس قوي لحد ما عرف ان الراجل ده هو اب احدى الطالبات اللي بتديها درس خصوصي، وإن هو جه لزيارتهم قبل كده عشان يطمن على مستوى بنته في الدراسة. بدأ أيمن يسأل نفسه: طب هو صورها ليه؟ وليه نشر الفيديو على المواقع؟ ممكن تكون بتاخد فلوس مقابل نشر الفيديوهات، أو هو بياخد فلوس برضه مقابل النشر الفيديو. بس اللي حصل كانت صدمة كبيرة، والمصيبة انها اتصورت وكمان خاينة، ومعنى كده انها بتعمل معاه علاقة اكتر من مرة. عشان كده هو اتشجع وصورها في المرة دي. كان ايمن في حالة جنون، لانه كان واثق في مراته سناء، كان بيثق فيها ثقة عمياء وعمره ما شك فيها لحظة أبدا. وقعد يسأل نفسه: هو ده جزاء الثقة اللي أنا اديتها لك يا سناء؟ كانت سناء في المدرسة ومعرفتش إن جوزها عارف بالفيديو اللي اتنشر بسرعة البرق. وحال جوزها بعد ما اتفرج الفيديو. رجعت سناء من المدرسة تعبانة ونامت جنب بنتها على طول. أيمن قعد يفكر هيعمل ايه. اتصل بابوها وأخوها وعزمهم على غدا في بيته. كان أيمن في غضب شديد جدا، وكان خلاص قرب يقتل سناء وهي نايمة.